بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم في موضوع مهم جدا خاص بالبلد بقى. يعني انا عاوز اقول لك، انت بتحب بلدك ولا ما بتحبش بلدك؟ هل ينفع ان انت تسيب بلدك وتروح في بلد تانية تتغرب، ولا تقعد في بلدك معزز مكرم؟ انا عارف هتقول لي انا الفيديو ده خاص بالحالة الاقتصادية للبلد والظروف اللي بتمر بها البلد، وفي المقابل السيسي. حاجة من الاتنين، الحالة الاقتصادية والسيسي. بسمع كلام ياما من الناس، السيسي الأسعار زايدة، الأسعار. أنا ما بطبلش ولا بتاعنا، خوفي على البلد وبحب بلدي، وأنا أكيد أنتوا بتحبوا بلدكم زيي، بس الأمور مش واضحة عندنا كلنا. الحالة الاقتصادية أنا معاك، الأسعار زايدة وأنا معاك، ما بقولش مبررات يا جماعة، أنا بقول حبنا لبلدنا، لازم نحافظ على بلدنا. الجزئية التانية، هو السيسي اللي جاب الكورونا؟ هو السيسي اللي عمل الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا اللي أثرت على اقتصاد العالم كله؟ انت شايف أمريكا النهاردة عندها مديونية قد ايه؟ كم تريليون دولار في الميزانية. يعني احنا نحمد ربنا ان احنا عايشين في جو امان وامن. احنا كنا بنعيب على السيسي ان هو يعني انت قاعد تسلح في الجيش وتجيب غواصات وتجيب صواريخ وطيارات. النهارده لو ما كانش الكلام ده حصل كنا احتلنا، يعني تم احتلال مصر. انت مستهدف يا باشا، مصر مستهدفة خارجيا وداخليا. انت شفت ابناء الوطن وخيانتهم لمصر، ما بالك بقى بالخونة اللي هم بره مصر؟ ده في مخطط من امريكا واسرائيل. يا جماعه افهموا، مصر في مرحله خطره، نستحمل شويه. انا هستاذنكم في جزئيه، والله ما بطبل لحد ولا يلزمنا حد، احنا وصلنا للعمر 61 سنه وخلاص، الايام اللي جايه للشباب، فلازم ندرك ونبقى عندنا حاله وعي. النهارده حضرتك انا هقعدك عشان تاكل وتشرب بارخص الاسعار، وتقعد في اوضه بالني والمجاري طافحه عليك في قلب الاوضه، ويجي لك الامراض وتموت؟ ولا ابني لك فيلا وتستحمل شويه لحد ما تنقل وتقعد في الفيلا معزز مكرم؟ هو ده اللي بنعمل النهارده. هو بيعمل كباري، وكامل الوزير بيعمل كباري وبيبني مصر. هو بيبني مصر ليه يعني؟ هو بيته ولا بيته وطنه وانسان. انا مش عاوز برضه عشان ما تفكرش ان انا بطبل للسيسي، انا معاك في كل اللي انت بتقوله، في الحاله الاقتصاديه واللي احنا بنعيشه والازمات اللي احنا فيها وكل يوم الاسعار. وانا ليا برضه رساله موجهه للسيسي في اخر الفيديو، ولكن انا بقول لك اوعى حد يضحك عليك بافكار الفيسبوك ديت والنظام اللي انت شايفه. لا، احنا عاوزين نستحمل شويه، لان اللي انعمل في مصر فعلا ما ينعملش يا جماعه في 50 سنه، انعمل في سنتين 3 4. هي بناء مصر ديت والكباري والمدن الجديده دي كلها ليه؟ لجذب الاستثمار. طب وجذب الاستثمار ده هيعود علينا بايه؟ بالدولارات، والدولارات قد ايه هتعود علينا بايه؟ بحاله اقتصاديه في انتعاشه، بس الوقت بتاعها لسه ما جاش. فاحنا نستحمل شويه يا جماعه. وانا شايف ان الراجل والله بقى بطبل، وانا بعاني زيكم، بس الراجل بيتحارب من الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية وبيحافظ على مصر. احنا مش حاسين بحاجة، احنا حاسين عاوزين ناكل ونشرب وخلاص ونعيش وبتاع. انا عارف ان الازمة الاقتصادية مأثرة علينا، ولكن نحافظ على الوطن بتاعنا، على وطننا، لان احنا في حاجات احنا ما نعرفهاش. ده في مشاريع بتنعمل يا جماعة ضخمة بمليارات الفلوس. هتقول لي ما من فلوس الشعب وفلوس لا يا جماعة، برضو حتى لو من فلوس الشعب، انا بقول لك الحاجات اللي بتنعمل ديت بمساعده دول الخليج ومساعده اصدقائنا بصندوقنا. الصندوق ده برضه ما احنا مضطرين، بس في وقت معين مش هنوصل له وهنقفل الموضوع الصندوق، بس احنا في حاله طارئه. فاحنا يا جماعه الراجل والحكومه بتبني مصر من جديد عشان تعيش عيشه كويسه انت والجيل اللي جاي. عيالك، ما هم عيالك واهلك هم اللي هيعيشوا ان شاء الله. وانا يعني مش هقول لك على سر ولا حاجه، لا انا بقول لك بمشيئه الرحمن
سنة 2024 الكلام ده هتحاسب عليه، هتلاقي مصر اتغيرت تماما، حالة اقتصادية اتغيرت، في منظومة اقتصادية بمشيئة الرحمن بتنعمل في مصر. مش عاوز اقول لك يمكن الدولار هينزل تحت خالص والجنيه المصري هيبدأ يرتفع، ويمكن في اتفاقيات ما بين الخليج والسعودية والدول على توحيد عملة، او في حاجة اقتصادية هتنعمل بالنسبة للعملة ينضرب بها الدولار، ومصر ان شاء الله هتنتعش اقتصاديا. حاليا بنعمل اكتفاء ذاتي من القمح حاليا. ليه؟ الناس برضو زعلانه يقول لك ده مدينا امر ان احنا هنزرع قمح. ما هو انت عشان يبقى فيه اكتفاء ذاتي يبقى الحرب ما تاثرش عليك قدام. فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بوجهها للحكومه بقى، للحكومه نفسها، انا بتمنى ان يكون في رقابه بقى، يتولى كل محافظ بمحافظته، ينزل الاجهزه الرقابيه، ما تبقاش الاسعار سداح مداح. دي مسؤوليتك، مسؤوليه كل محافظ في محافظته. يشغل التموين، يشغل الاجهزه الرقابيه، مفتشين تموين قاعدين في بيوتهم، ينزلوا يا باشا يراقبوا موضوع الاسعار. ومفيش حاجه اسمها، ما التجار هم اللي عاملين ازمه السجاير. النهارده بيتقبض على واحد مخزن 500 مش عارف كرتونه سجاير، وواحد تاني مخزن 5000 ولا 50000 كرتونه سجاير. ليه؟ ما هو كله مننا احنا، الفساد مننا احنا. فيا جماعه عاوزين نتريث، نساند الحكومه اللي بتبني ديت، وما نسمحش كلام حد. والناس المأجوره، لا دلوقتي ما فيش ناس مأجوره، الناس المأجوره احنا عارفينهم كويس، ولكن احنا كشعب بقى والحياه الاقتصاديه اللي مأثره علينا عاوزين خلاص، احنا يعني على وشك ان احنا نعدي من الازمه. فنحط ايدينا في ايدين بعض، نحافظوا على بلدنا، نسند الراجل عشان نحصد بقى. احنا زرعنا، مستنيين الحصاد ان شاء الله. وانا ببشركم خير ان شاء الله، ان مصر مذكوره في القران، وان الراجل بتاع ربنا السيسي ده بتاع ربنا ان شاء الله. والله ما بطبل ولا يلزمني منصب ولا يلزمني اي حاجه، خلاص 61 سنه احنا، يعني انا رجلي قربت، كلنا هنموت ان شاء الله. فانا بقول امانه، وكلمه امانه نتحاسبوا عليها قدام ربنا. ومش عاوز بقى حد يخش يتعلق لي على الفيديو ويقول لي يا راجل ده الاسعار نار، ده احنا ما شفناش كده. ما هو احنا في ظروف استثنائيه، كورونا جت. الراجل ده خد بالك، السيسي دايما يعمل، كان نفسه يعمل مفاجآت للشعب المصري. هو في رئيس جمهوريه عاوز يجوع شعب؟ هو في رئيس جمهوريه عاوز يزود اسعار على الشعب؟ ما يا جماعه بالعقلانيه. ده هو اي رئيس جمهوريه انا لو مكانه انا هخلي العيشه رخاء وكل حاجه، بس انا هخلي لك عيشه في رخاء. ولا الاستعمار عنده الصبح. هتقول في ناس برضه مغرضه تقول لك ايه والله الاستعمار احسن. يا اخي اتقي ربنا، اتقي ربنا، حافظ على بلدك وحافظ على اولادك وشبابك. يا جماعه حافظوا، انت بتحافظ على مصر، بتحافظ على مجتمع، بتحافظ على اسرتك. لما تنزل من اول الهرم لحد قاعده الهرم هي حياتك. انتظر بقى ان شاء الله بمشيئة الرحمن تعدي الفترة ديت، وفي 2024 او في منتصف 2024 مصر هتتغير ان شاء الله. وبنساند مصر، وبنساند الحكومة، وبنساند السيسي. والله ما بطبل له، وانا لو طلت اقعد مع السيسي هقعد معاه وهنقل له كل حاجة. انتوا انا عارف ايه اللي انتوا بتقولوه، بس غصب عننا كلنا لازم نسند عشان المركب تمشي وتعوم، عشان نحصد اللي احنا عملناه. مش اللي انا عملته، اللي الحكومه عملته، اللي هو ظاهر قدامنا والمغرضين بيلوثوه. بنى عمل بناء للعلمين، بنى العلمين بملايين، ده مش بتاعتنا، ده مش عارف بنى ايه في المدينه الجديد. يا جماعه الحاجات دي كلها قيمه ماديه وادبيه وقوه لمصر ولمصلحتنا ولمصلحه اجيالنا. وانا ما بطبلش، ومش عاوز حد يعلق تعليق يمين شمال او بتاع. خليك ايجابي، مش عاجبك الفيديو بتاعي ما تعلقش. انا بنصح وبقول يعني وجهة نظري، وربنا شاهد على كل كلمة انا بقولها. والسلام عليكم.